ضحكوا عليك بقى وقالوا لك إن جسمك بيطلّع مناعة ضد المضاد الحيوي اللي بتاخده، عشان كده ما بيشتغلش معاك. أنا كنت فاهمة كده برضه لحد ما درستها. قال لك إيه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل إن أنت بتاخد مضادات حيوية ليه؟ علشان في أمراض، الأمراض دي بتكون أمراض بكتيرية أو خاصة بنوع معين من الجراثيم اسمه بكتيريا. ماشي، حلو. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن البكتيريا دي كائن دقيق جدًا، 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 ما يتشافش بالعين المجردة، أنت ما تقدرش تشوفه، لازم نشوفه تحت ميكروسكوب وعلى درجة معينة من الدقة. جميل، الكائن ده رغم إن هو صغير أوي كده، إلا إن هو ذكي. طبيعي جدًا لما تلاقي أي مجموعة من الكائنات هي كل فطرتها إن هي تحافظ على نفسها، وتحافظ على عددها وتتكاثر. الفكرة في البكتيريا إنها برضه ذكية، بتتذاكى على المضاد الحيوي. طيب إزاي ده بيحصل؟ الفكرة إن البكتيريا بتبقى عارفة خلاص إن أنت أخدت مضاد حيوي، بتبقى عارفة إن المضاد الحيوي ده له مكان معين جواها هو اللي هيشتغل عليه ومن خلاله هيموتها. حلو، فتروح هي واخداه من ايديه كده، تعالى يا حبيبي انا هوريك الطريق، وتدخله مكان تاني خالص جواها غير اللي المضاد الحيوي عايزه. فبالتالي المضاد الحيوي ما يشتغلش، فانت تقول على الدكتور دكتور ما بيفهمش. معنى كده في طريقة تانية، ده ما نفعش، لا تعمل له طريقة تانية، تعمل له كمين. تروح مطلعه له مواد اسمها انزيمات. المواد دي فكرتها ان هي تدمر المضاد الحيوي او ما تخليهوش يشتغل. فانت تروح ناصح جيرانك واقرانك وحبايبك انه الدكتور ده ما بيفهمش، محدش يروح له، انا خدت عنده ادويه وما نفعتش معايا. طيب يا ياسمين، اخرج من الليله دي ازاي والمضاد الحيوي يشتغل معايا؟ اول حاجه يا فندم تبطل تاخد مضادات حيويه على الفاضي وعلى المليان من نفسك. التانية، انك لما تروح لدكتور وانت واخد مضادات حيوية قبل كده، لو سمحت من فضلك خد له كل الأدوية اللي انت أخدتها قبل كده واستمرت عليها وما نفعتش معاك، لسبب بسيط، إن البكتيريا دي عائلات. يعني مثلا أنا من عيلة حمزة، في ناس تانية من عيلة عبد المجيد، في ناس تانية من عيلة أبو زهرة، يعني احنا عائلات، احنا البشر عائلات. حلو، البكتيريا كده برضو، كمان البكتيريا عائلات، اللي هينفع مع عيلة من البكتيريا مش هينفع مع التاني. ولذلك علشان انت تتفادى انك تشتم الدكتور على الفاضي وتاخد ذنوب، وعلشان الدكتور يقدر يساعدك، لو سمحت خد له كل علب المضادات الحيوية اللي انت اخدتها وما نفعتش معاك، علشان يغير لك العيلة اللي انت اخدت منها. طب يا ياسمين، انا مش هسمع الكلام وهاخد كل الادوية اللي ممكنة وهعمل صيدلية في البيت وانا حر. انت حر فعلا، بس لما تعيا وما تلاقيش مضاد حيوي يساعدك ما تزعلش، لان لو حصل مقاومة من كل زي ما حصل، يعني انا لسه شايفة تحليل لمريض، التحليل ده عنده مقاومة من كل انواع المضادات الحيوية الموجودة في السوق. الحل بتاعه ايه؟ يعالج في المستشفى، وده مكلف جدا جدا جدا، يا اما استنى بقى 20 سنة لحد ما يخترعوا لك واحد جديد ينفع لك وينفع لحالتك انت بالذات، والاختيار في ايدك. بس كده، سلام.